انا تنفضل نتكلم على الاداء ديال المنتخب ديالنا في المباراه وما قمنا به. الامكانيات الجيده اللي اظهرناها، استعداد، عمليه تدبير المباراه من طرف اللاعبين، والاستعداد الجيد ايضا خلال البطوله. التقييم ديال المنتخب الجزائري تيبقى من اختصاص الجهاز الفني والاداره الوطنيه الجزائريه، ولكن انا تنطلب فقط انه نكونوا شويه رحماء بهذه الفئه السنيه، لانهم لاعبين صغار السن باقي المستقبل امامهم. يعني هي هزيمه شويه صعيبه في هذه الظرفيه، ولكن خاص تم حمايه هاد الاطفال هادو باش لان لو بوتونسيال كاين، انما ربما لا بيرفورمانس ما تتكونش في واحد المرحله سنيه، فخاص الانسان يتأنى وهو تيحاكم لاعبين في سن 15 و 16 سنه. هي ماشي مجامله، هو احترام للزميل في المهنه. انني ما نهضرش على الفريق ديالو، هو اللي مخول له انه يجاوب على ما جرى في المباراه وعلى تدبيره للمباراه. طبعا انا قلت كاين امكانيات، يعني كاين لاعبين تيبان على انهم كاين بوتونسيال يعني قابل للتطوير، فتيبان على انه اسلام يعني لاعب بوتونسيالمون ممكن يكون لاعب محترف في المستقبل. رقم 10 رقم 6 اللي ما لعبش اليوم، فكاين امكانيات. خص الاستمراريه في العمل وان شاء الله يكون الخير. ما نقدرش نجزمو يعني بهذا اللي باين على انه فنيا كنا متفوقين في كل نواحي اللعب. كنا دفاعيا قويين، عمليه التحول عندنا كانت ناجحه، لكن امور اخرى انا ممكن نهضر على التحضير الذهني ديال الفريق ديالي، لانني نكون حاضر في الكواليس ديال التحضير. انا ما كنتش حاضر في الكواليس ديال التحضير ديال المنتخب الجزائري. طبعا الترشح لكاس العالم هو حلم يعني ديال اللاعبين هذا ديال صغار السن، وحنا يعني سعادتنا اكثر من اجلهم، يعني لانه مره اخرى تتاح لهم فرصه على انهم يلعبوا بطوله كبرى، يلعبوا يعني كبيره في مجال كره القدم، وفي يعني في السيروره ديال تكوينهم. هذا شيء مهم، يعني حتى حاجه ما تتعوض، ولا شيء يعوض مباراه من المستوى العالي كما شفنا يعني مباريات كاس افريقيا، ولا شيء ممكن يعوض مباراه في كاس العالم. ولذلك يعني تواجدهم في المناسبه الكبيره ديال كاس العالم في هذا السن ربما هو محضر للمستقبل. لما يتواجد مع المنتخب الاولمبي في العاب اولمبيه، ديك هيبه المناسبات الكبيره ربما تكون تكسرات، عقده يعني المنتخبات الكبيره تكون تكسرات، وايضا المشاركه في كاس العالم الكبار ايضا تكون تكسرات. فطبعا هو تيسال على الانجاز ديال كاس افريقيا، كاس العالم في قطر ودوره. اكيد لما المنتخب الاول ديالك تحقق انجاز كبير فهو عامل محفز، يعني هي القاطره التي تجر يعني كره القدم المغربيه. الجامعه الملكيه المغربيه بقياده السي فوزي القجع تقوم بعمل كبير تيشمل كل الفئات من الفريق الاول الى الفريق النسوي اقل 15 سنه. هناك عمل قاعدي كبير، والمغرب يعني تيجني الثمار. حنا في تحت 17 سنه ما مطالبينش بالنتائج، ولكن جات النتائج وهذا طوميو. ولكن حنا تنحضروا المنتخبات الاكبر، منتخب 20 سنه ومنتخب 23 سنه، ونحاولوا نغديو ما امكن يعني المنتخب الاول في المستقبل ان شاء الله.